أول شيء أنا راح أتكلم عن جون وين كيسي، قاتل متسلسل ومغتصب ل33 بنت وولد. هاي، أهلا وسهلا فيكم في قناة لوني. قبل كنت أقول لوني باني، الحين تغيرت فقط لوني. هاي، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. فيديو اليوم أنا راح أتكلم عن المساجين بشكل بسيط، شنو سببوا وشنو هببوا في حياتهم. لا تنسون أخذكم من لايك وسبسكرايب وشير. يلا نبتدي، let's go. تعرفون شلون كان يكسب ثقة الناس اللي حوله؟ كان يلبس لبس مهرج، تصرفاته كانت غريبة لكن ما حد شك فيه. تعرفون شنو الشيء الكريه؟ هو طلب أحلى مطعم كل الناس تحب هالمطعم، KFC فراولة، وطلب بيبسي دايت كولا، وطلب اللي هو ربيان مقلي. احنا نفس ما نقول ربيان مقلي. اوكي، فحاول اني ما تهور اكل كل شيء، لان ترى عندي 3 غير راح اتكلم عنهم، بس اخر واحد مضحك، وايد يضحك وغريب وخبيث وذكي، لان حرفيا اللي طلبه شيء القانون ذي الخايس مالهم يقول لهم واجبة، عطوهم الواجبة قبل لا يعدمونه، اخذوه فقلوه قطوه. اي والله واجبة. ترى الاكل يعتبر احد ملذات الحياة، ليش ملذ من ملذات الحياة تعطونه؟ اخذوه يلا خلي يروح جهنم. جهنمي 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 جهنم. المجرمين اللي انا اشوفهم هم كانوا يوم من الايام اطفال بريئين، يمكن بسبب اصدقاء السوء، ممكن بسبب قلة مراقبة الأهل عليهم، معطينهم ثقة زيادة عن اللزوم، ثقة مو في محلها مع شخص متهور كيرلس. ما تقدر تعطون ثقة حق هاي النوعية من الأشخاص. بس خلوا بالكم، ترى مو ذي الكلام اللي زعل. نسبة كبيرة اللي دخلهم السجون بسبب الأم والأب، بسبب التعامل السيء، بسبب قلة الاهتمام، بسبب قلة ثقافتهم في التربية. هم أساساً ما حظوا التربية المناسبة اللي كان مفترض هم يحظونها، فانقلوا الطاقة السلبية، التربية السيئة والتعامل والإهمال صار سايكو، في غل، يحب يضطهد، مضطهدين، هم ضاربينه، صار في شوي 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 اللي عذب قطاوة، شوي شوي اللي عذب كذا، في الأخير يستمتع، يحس إنه بغت الفراولة تطير من الدريشة وتلذذ ويصير سايكو سيريال كيلر. أحس لازم بعض الحالات والكيسات أحس من المفترض أن الأم والأبو أيضا يتحاسبون. والله سوري، مو قصدي أزعل أحد، بس والله هو شيء تفكير، أنا شيء فكر. ونكمل يا حلوين مع المجرم اللي بعده. مجرمنا الثاني اسمه جاري جيلمور. جاري جيلمور تربى في بيئة جدا عنيفة، اضطهدوه. تعرف من اللي اضطهده؟ أبوه كان يعنفه، كان يضربه، كان يعذبه. في نفس الوقت هو كان خارج عن القانون، هو يا أبو يا جاري جيلمور. فالولد تعلم أنه من يوم هو صغير أنه ما يحترم أي شيء يتعلق بالقانون، لأن أبوه رباه على هالشيء. في سنة 1977 أصدروا قرار إعدامه بالرصاص. قبل لا يعدمونه، جاري طلب بلاك كوفي مع حليب، سويته أنا، وطلب ستيك وذ شيبسي. انت يا جاري يا جيلمور تعرفون ايش سوى؟ اول شيء لحظة، ستيك مع بلاك كوفي، اتوقع البلاك كوفي شربه اخر شيء، فخلينا احنا ما حنشرب ستيك ويا كوفي، خلي بلاك كوفي بعيد، خلينا نركز على ستيك. المهم قبل سنة بعدام جاري أقول لكم سرق عامل في محطة وقود وخذ محفظته باق بوكا. العامل كان جدا هادئ، سمع كلامه، عطاه فلوسه. تعرفون ايش سوى جاري؟ باع السلاح على راسه وثور عليه. يعني عادة احنا نقول لما يجيك مجرم يهجم عليك خلك هادئ، لأنه ممكن بسبب حركاتك السريعة، بسبب ردة فعلك، صراخك، انت تنرفزه اكثر وتخليه يرتكب فيك مثلا شيء يمكن هو اساسا ما يبي، بس قاعد يخرعك، يبي بوكك، يبي يشرد. ولكن جاري لا، بيطالعك ويذبحك، عنده لذة. اليوم الثاني راح سرق مدير فندق، ومدير الفندق كان جدا هادئ وما سوى اي ردة فعل ولا صرخ. عقب ما باقه
طلق أيضا طلقتين في راسه. تعرفون جاري شلون صادوه أو قفطوه وهو قاعد يرتكب جرائمه؟ ثور بالغلط على يده وراح حق جراج عشان يبي يصلح سيارته. كان يصلح السيارة لاحظ الجرح عميق يبين عليه طلق ناري. المهم انه انشك بهذه الطريقة. قال له عندك كلمة بتقولها؟ انا ما اعرف ليش سالفتهم، لا يبون له اكل، قول لنا اخر كلمة بتقولها، ليش تعطونه مجال يتحكى، ليش تبي تسمعونه؟ فضول لا من اللي يسوون المجرمين، يبي يسمعون شنو يقولون، شنو احساسهم قبل يموتون. المهم لما سألوا جاري شنو اخر كلمة بتقولها، قال let's do this. تخيلوا ان هذه الكلمة وبكل سخافة كانت محطة انسبريشن حق شركات كثيرة، واحد هذه الشركات كانت نايكي، وانتشرت هذه الكلمة، صارت فايرال، انتشرت في كل مكان. تعرفون ان هي كانت تحاول تقتل زوجها 7 مرات، 7 مرات ما لاحظها. بسولف لكم عنها، ولكن خلنا اقول لكم شنو طلبت. فانيلا ميلك شيك، باستا الفريدو، تشيكن بارميزان. طبعا هي طلبت تشيكن بارميزان، ولكن انا عيست ادور تشيكن بارميزان ما حصلت، فانا طلبت الوجبة الجريمة منها. انا ما اعرف سالفتهم، تشيكن الفريدو وات ايفر، شلون ميلك شيك، شنو كابدش انتي؟ طبعا هذه الحلوة ذبحت زوجها بمساعدة her boyfriend 7 مرات. حسيت ان انت قاعد تموت، قاعد يذبحونك حرقة. انا طبعا لما قريت كذي قاعد اقول زين ليش ما طلقت؟ تعرفون ليش ما طلقت؟ سؤال الوقت شو تبي تقصينه بقصة ناس شنو بشوكتين عزبي سكين قاعد اسوي كذي ما عيست ادور سكينة اتكيت كذي ما لقيت الا ذبيحة. انا كثير قاعد افكر اقول زين تطلقي منه يعني ايش فيك؟ لا السالفة مو طلق، السالفة انشورنس. سيدة امن على، اقول لك غبية، امن على حياته مني، ذبحته مني. صدقون انا خاطرة اشوف وجه البوي فريند مال هذي، امن على حياته مني ذبحته هني. عطي رفاق، هي وحبيبها غبية. تعرفون شنو اول شي صار؟ على طول لما ضغطوا بس حبيبها كذي ضغطة، يقول لك راح انقلب عليها في التحقيق وخر الاوكو والموكو، وقال ان هي اقنعتني، هي اللي قصبتني اساسا، انا مو مجرم، هي اللي قصبتني، هي اقنعتني. تعرفون احنا شوفنا الموضوع شنو؟ تحكم عليهم اثنيناتهم بالاعدام. انا كليت شوي بس لأنا ماكله ويت هني اكل احس اني طفحت. هو لذيذ الاكل لذيذ بس الكومبينيشن ما عجبني، شلون كلتهم انا ما ادري. الحين بنروح حق المجرم الاخير اللي انا تعمدت اخليه اخر شيء. بكل بساطة ذبح ريال في البنك وحكموا عليه بالاعدام 1990. كان من احد القصص الغريبة اللي مرت على السجون. في احد قبل لا ينعدم يطلب تراب، شكوا في الموضوع، خصوصا ان التراب اللي طالبه كان تراب قبور. كان يبي التربة علشان يمارس سحر، علوا عسى السجانين يسحرهم ويفتحون له الباب ولكن طبعا رفضوا السجانين هذا الشيء وقالوا له بكل بساطة التراب مو من ضمن لائحة او لستة الأطعمة الموجودة في السجن، فاحنا ما عندنا، وعطوه روب. المهم يا حلوين وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله كان حلو خفيف عليكم. لا تنسون تكتبوا لي تحت انتوا شنو تبوني اجرب لكم من تحديات، فلوجات، اكتشافات، تجارب. واذا نزلت اسئله واشياء في الكوميونتي ردوا علي، لان انا هناك صدق اركز عدل. اذا كتبت شوف الكوميونتي وابي اقرا اركز هناك عدل. هذه اخر مجرمه انا خليتها اخر شيء عشان اكل ايس كريم سوت. لا تنسون اخذكم لايك سبسكرايب اشتر، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده. سي يو باي باي.